بسم الله الرحمن الرحيم. ساداتي وسيداتي، تحياتي. ديسباسيتو، الأغنية اللي جننت العالم كله، أكتر من 2.5 مليار مشاهدة في أقل من 7 شهور. متخيل العدد؟ يعني ما يقارب من 30% من سكان كوكب الأرض سمعوا الأغنية دي في أقل من 7 شهور بس. تاني أشهر أغنية أسبانية بعد أغنية ماكارينا. فاكرين أغنية ماكارينا؟ أغنية جيل التسعينات الأولى، الأغنية اللي ياما رقصنا عليها وإحنا عيال وكنا بنحط إيدينا على فاكرينها؟ اللي ياما شغلناها في الحفلات والمناسبات والافراح، حتى في الحفلات اللي كانت بتتعمل في المدارس كانوا بيشغلوها لنا وكنا بنرقص عليها زي المهابيل مش فاهمين حاجه. اغنيه ماكارينا دي بقى ما طلعتش اغنيه مبهجه ولا حاجه، طلعت قصه خيانه. بنت اسمها ماكارينا بتخون حبيبها مع صاحبه، وادي التاريخ بيعيد نفسه تاني، واسبانيا بتنزل لنا باغنيه مبهجه تاني عشان نرقص عليها. اسبانيا الاندلس اللي كانت في يوم من الايام دولة اسلامية. المهم، يا ترى بقى كلمات الاغنية الجديدة ديسباسيتو دي معناها ايه؟ الاغنية دي عبارة عن قصة جنسية ساقطة، ترجمة كلماتها والالفاظ الموجودة فيها انا مش هقدر اقولها، فهسيبها لكم في الديسكريبشن انتوا تبقوا تقروها براحتكم. بس احنا اصلا كعرب مش متعودين نهتم بالحاجات دي، مش متعودين نسأل اسئلة زي دي. احنا اي حاجة بتجيلنا من الدول الاوروبية ما بنسألش عنها، ما بنسألش، احنا واثقين فيهم يا عم، دي ناس متقدمة واكيد اي حاجة بيعملوها بتبقى حاجة حلوة، فقلد واحنا مغمضين على طول. احنا شاطرين قوي في تقليد الغرب وخصوصا في المزيكا والموضة، بس للأسف ما بنقلدهمش في الحاجات اللي هم متقدمين فيها فعلا، من التعليم والاهتمام بالعلماء والبحث العلمي لنظافة الشوارع. بنقلدهم بس في الحاجات اللي بتفضحنا قدام نفسنا وتكشف لنا ان احنا فعلا قطيع وهم بيسوقونا، من لعب الشباب في شعرهم ودقنهم لقطعة البنطلون اللي ورا. شعرنا بنحلقه زيهم، بيعملوا تاتو بنعمل زيهم، قطعوا هدومهم وبقت موضة قطعناها احنا كمان زيهم. يا مؤمن ده لما خلوا الدقن موضة كل الشباب العرب ربوها، واللي ما كانش بيطلع له دقن كان بيروح يجيب زيت يدهنه في دقنه عشان دقنه تطلع، ولما كانت سنة ما كانش حد بيربيها. لا ده احنا كمان عشان نبقى متفتحين بقينا نكتب لغتنا بحروفهم. متخيل كمية الهطل اللي وصلنا لها؟ تخيل لما تكلم واحد مغربي او جزائري واحيانا مصري ويقول لك اسف ما بعرفش اكتب عربي، انا هكتب فرانكو. متخيل حجم المهزلة؟ كلامنا بقى كلامهم، ولبسنا بقى لبسهم، وشكلنا بقى شكلهم. بقينا نمحي هويتنا بايدينا، ما بقيناش عرب، بقينا عرب مستغربين. وادي النتيجة: أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا المسلمين من دخول حتة أرض مساحتها 27 كيلو متر مربع. 22 دولة عربية مش عارفين يحرروها من الاحتلال. دولة عربية مسلمة عملتها الرسمية شيكة الإسرائيلي، واحنا فين؟ احنا بنسمع ديسباسيتو وبنتريق على الكبن المرجيحة وبنرقص على مزمار عبد السلام. وبالمناسبة محمد عساف عمل ألبوم جديد، احنا بنشجعهم لما بيلعبوا كورة وبنتخانق مع بعض لما فريق منهم يكسب ولا يخسر. احنا لما عملوا صور مسيئة للنبي قطعناهم يومين ورجعنا اشترينا منتجاتهم تاني. اصل معلش هنعمل ايه يعني؟ بوستات وكتبنا صور البروفايل وغيرناها وزعلنا لنا شويتين، هنعمل ايه تاني يعني؟ نسمع اغاني بقى عشان نفرح وننبسط، هو ده اخرنا. نزعل يومين وننسى، حتى ما بنفتكرهمش بدعوة. عارف الدول الاوروبية كانت دايما تقول على العرب رعاة اغنام، بس لا، العرب مش رعاة اغنام، العرب هم اللي اغنام وخراف، وهيفضلوا كده في نظري لحد ما فلسطين تتحرر.